السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. قبل ما نعمل اي حاجة انزلي يا حبيبة قلبي صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وحط اللايك عشان انت بتتفرجي على الفيديو بتنسي تحطي اللايك. حط اللايك يا حبيبة قلبي، مش هيكلفك اي حاجة، بس اللايك هو هيرفع الفيديو ويخلي الفيديو يتشاهد. لو فيديوهاتي بتعجبك وبتستفيدي منها ولو 1%، انزلي يا حبيبة قلبي حطي لي اللايك. اول حاجه هنعمل مع بعض دستة جاتوه. دستة جاتوه احنا بنعمل اربع بيضات في اللي هو الصاج 30 في 40. اربع بيضات، 3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، معلقتين كبار محسن جل، 3 معالق خل، والفانيليا، ومعلقه صغيره ونص بيكنج باودر، ورشه ملح. يا رب ما كنتش نسيت حاجه، وان شاء الله هكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف. عملنا دستة الجاتو دي زي ما انتوا شايفين، نص فانيليا ونص شوكولاتة. فقسمنا المقدار، حطينا النص وبعد كده حطينا على النص التاني معلقتين كاكاو، وضربناه وحطيناه في الصاج زي ما انتوا شايفين. ازاي بقى انا بتحكم واخلي ال يعني النصين زي بعض كده؟ الورقة نفسها اللي بحطها في الصاج بقسمها كده بالنص. قبل ما احطها بعمل علامة كده في نصها عشان احط الاسبونج يبقى الاتنين قد بعض زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنعمل مع بعض النهاردة 3 دست، هعمل معاكم دستتين والتالتة هعملها مع نفسي يا جماعة. الدنيا حر جدا والشغل صعب قوي في الصيف، فربنا يعيننا يا رب. صورت معاكم اتنين والتالتة عملتها مع نفسي. كان يوم مرهق وكان يوم كله شغل. الحمد لله، ربنا يرزقنا ويرزقكم ويوسع ارزاقكم جميعا يا رب. الشغل حلو، بس فعلا الشغل في الصيف مرهق قوي، وطبعا كل اللي شغالين في المجال ده عارفين. ربنا يعيننا ان شاء الله. دستة الجاتو بتاخد كوباية كريمة، بس دلوقتي بتاخد مثلا حوالي كوباية ونص مثلا، لان دلوقتي احنا مقدار المادة السائلة اللي احنا بنحطها على الكريمة اختلف. في الشتاء بنحط كوباية قصادها كوباية مادة سائلة لبن او مية، انما دلوقتي الكوباية يعني في الصيف في الشتاء ولا ايه بنحط كوباية قصادها كوباية ونص، انما في الصيف بنحط الكوبايه قصادها كوبايه. يعني دلوقتي بتحطي كوبايه الكريمه قصادها كوبايه ميه متلجه، فممكن تاخد لها اكتر من الكوبايه دلوقتي. يعني انت ممكن تاخد معايا كوبايه وربع مثلا، كوبايه ونص، حسب برضو نوع الكريمه وحسب نوع المضرب او العجان اللي انت شغاله بيه. دي كده كانت اول دستة معانا، جلسناها. مش متخيلين الجو حر قد ايه والواحد بيشتغل. يلا الحمد لله. بس طبعا ما ينفعش نقول للشغل لا. محدش يا حبايب قلبي يقول للرزق لا. قادرة تشتغلي اقبلي الشغل واشتغلي، مش قادرة خلاص اعتذري. بتفردي الكريمة بتاعتك كويس بالسباتولا بتاعتك، وفي الاخر انا بسخنها كده على البوتاجاز او بحطها في مية سخنة، وامشي كده على الكريمة بتاعتي. بتنعمها وبتخلي السطح املس وبتخليه شكله حلو قوي. عملتها وحطيتها في التلاجة عبال ما خلصت بقيت شغلي كله. وبعد كده تحطي بقى التزيين اللي انت عايزاه. يعني لو الزبونة مش مختارة حاجة معينة انت بتعملي اللي انت عايزاه. هي نص فانيليا ونص شوكولاتة. احط في النص الفانيليا ربع جيلو مانجا، والربع التاني جيلو فراولة زي ما انتوا شايفين. الجيلوهات دي بتتجاب من عند مستلزمات الحلواني. بتقولي له على الجيلوهات عشان كان في ناس بتسألني. انا ما بعملهاش، انا بشتريها. بيبقى الكيس نص كيلو كده. العلبة على بعضها بتبقى كيلو، بيبقى فيها كيسين. ممكن انت لو لسه بادئه شغل بتجيبي كيس نص، يعني واحده واحده كده، وبعد كده لما ربنا يكرمك والدنيا بتشتغل بتجيبي الجردل على بعض وبيبقى كيسين كيلو. مش فاكره هو كان ب75 جنيه او ب70 جنيه، انا مش فاكره بالظبط، بس تقريبا يعني ب75 جنيه الجيلوهات. حطينا في النص اللي هو الشوكولاته، حطينا ربع جناش، وربع التاني حطينا نوتيلا بيضه. زي ما قلت لك التزيين ده بتاعك انت، بتعملي اللي انت عايزاه. بس انا عندي ناس كتير ما بتحبش اللوتس قوي، عشان كده يعني ما بحطوش كتير في الشغل بتاعي.
ناس كتير ما بتحبوش سبحان الله. طبعا احنا بنمشي على حسب الزبون وعلى حسب اللي هو بيعوزه. دي كده نوتيلا بيضة، عملناها دواير كده بالكيس اللي هو بتاع السبوع دوت. بحط فيه النوتيلا بتاعتي او الصوصات، واشتغل فوق التورت او الجاتوهات. الاكياس السبوع دي حلوة قوي، هاتيها يا حبيبة قلبي وبتقعد عندك كتير، احسن من اكياس التلاجة بصراحة. حطينا على الجيلو المانجا، حطينا كده جيلو فراولة، وزعناه كده. نفس الفكرة هنعملها في جيلو الفراولة. حطينا نوتيلا، وها برضه هنحط كده كام نقطة جناش. كده خلاص اول دستة معانا خلصت. هي مش كان الجاتوه كله لزبونة واحدة، لا دي كانت الدستة دي كانت لزبونة لوحديها، كانت عايزة اللي هو الشوكولاتة وعايزة الدستة يعني نص ونص. انما الزبونة التانية كانت عايزة دستتين، دستة فانيليا ودستة شوكولاتة. هنعمل مع بعض الدستة دي، والدستة الاخرانية انا هعملها مع نفسي. دي الدستة اللي هي الشوكولاتة، هعملها برضو معاكم. والدستة التانية بصراحة يعني مكسلت اصور، الجو حر قوي والشغل متعب جدا في الصيف، ربنا يعيننا يا رب. انا اعرف ناس بتوقف شغل في الصيف، بس طبعا صعب قوي ان انت بعد ما ربيتي زبون وخليتي ليكي زباين، ولو وقفت الشغل وهترجعي تشتغلي تاني مش هتلاقي الزباين دي، طبعا هتبقى عرفت حد تاني وابتدت تجيب من عنده، في الموضوع طبعا بيبقى صعب. فلازم نتحمل تعب الصيف ونشتغل عشان خاطر ما تخسريش الزبون اللي انت بقالك قد ايه بتربي فيه. حطينا ربع جناش وربع التاني نوتيلا بني. العلبة اللي انا بشتغل بيها دي هي علبة النوتيلا سما، بصراحة احسن نوع. سما حلو قوي، جربيه لو انت ما بتشتغليش بيه. بيحتاج بس يعني كم معلقة زيت كده في الصيف، انما في الشتاء يعني بيحتاج في الشتاء زيت اكتر من الصيف، لان هو في الصيف اساسا بيبقى سايح. المهم بس ما تكتريش الزيت عشان ما يسيلش منك ويسيح على الشغل بتاعك ويبوظ الدنيا. يعني ما تكتريش الزيت، والزيت برضو يكون نوعه حلو، بلاش زيت تموين لان بيبقى ليه غضة كده مش كويسة. حطينا هنا زي ما انتم شايفين في الربع ده نوتيلا بيضة، وده كان صوص الكندر. الدستة دي كانت شوكولاتة. صوص الكندر برضو بيبقى طعمه حلو قوي. نبتدي بقى نزينها شوية خطوط، عندك شوكولاتات تحطي اي حاجة. انا مش عارفة التليفون ليه بيعمل كده، سامحوني وسامحوني على الازعاج، مش عارفة اعمل ايه في موضوع الازعاج ده. يعني ان ما سجلتش بالنهار وقلت اسجل بالليل عشان خاطر الازعاج بتاع الطريق. سبحان الله الاقي الكلاب مش راضية تسكت، زي ما يكون بتعاندني. يعني بالنهار الازعاج بتاع الطريق اللي انتوا سامعينه ده، وبالليل الكلاب. عملنا كده النص الاولاني، هنبتدي بقى نشتغل في النص التاني. النوتيلا البيضة حطينا عليها جناش شوكولاتة، والكندر برضو عملنا خطوط كده زي ما انتوا شايفين. وادي كده الجاتو بتاعنا. ده كده اول حاجة سلمناها، كان اصحابهم عايزينهم بدري. دول 3 دست، عملت معاكم 2، والتالتة عملتها مع نفسي. بسم الله ما شاء الله كان شكلهم تحفة. هنبتدي كده نعمل التورتة التانية معانا. التورتة دي مقاس 16، بتتعمل ببيضتين و200 جرام، و200 جرام سبونج، ويعني واقل كده من ربع كوبايه الميه. ما تكتريش الميه في الصيف عشان ما تلاقيش الاسبونج سايل منك، مش بيديكي نفس النتيجه. يعني لو انت كترت الميه تحسي ان هو سايل كده،
وبصراحة ما بيبقاش حلو، فانت حاولي ما تكتريش المية. التورته دي زي ما قلت لكم مقاس 16، يعني هتاخد لها حوالي نص كوبايه كريمه. في الحر ده لو في الشتاء بتاخد اقل من كده، بس بصراحه الكريمه في الصيف مبهدلانا والله، بتسيح وعند المطبخ حر جدا. احنا بنحشيها صوصات عشان خاطر مش هيبقى عليها صوصات من بره، عشان كده بنحشيها صوصات من جوه. وظبطنا المنشار على رقم 8 وقطعنا 3 طبقات. التورت الصغيره دي سهله وما بتاخدش وقت. هي مشكلتها الوحيده بس انها بتحس انها مش ثابته كده على القاعده بتاعتك وبتقعد تتحرك. بس عادي خالص، انت ممكن تعالجي الموضوع ده. بتجيبي مثلا فوطه مطبخ وتحطيها تحت القاعده بتاعتك وانت شغاله، تحت قاعده التورته مش القاعده الدواره. بحط الكريمه على التورته بتاعتي وبنزل كده بالاسباتولا واشتغل زي ما انتوا شايفين. ما بتاخدش وقت خالص. قبل الكيكه بارزه زي ما انت شايفه كده، بتقطعيها بالسكينه وتكملي شغلك عادي. التورته دي عملتها كتير قوي على الجروب، والحمد لله ولحد دلوقتي برضو بتطلب. عيد جواز، عيد حب. بس المره دي انا عملت في التورته دي، عملت الفيونكات. كل مره بعملها باللي هو الستان الرفيع ده، المره دي عملتها بالستان العريض. شكلها كان تحفه. دلوقتي هتشوف شكلها. جبت كده التب بتاع مكنه البيتيفور، عشان خاطر هي التورته اصلا صغننه، فمش هينفع طبعا ان انا اشتغل بالتب الكبير. فبجيب اللي هو بتاع مكنه البيتيفور ده وبشتغل فيه، بشتغل بيه ولا ايه. عملت كده من فوق التورته بتاعتي، وعملت من الجنب. شكلها كان تحفه بسم الله ما شاء الله. وحزمت التورته بتاعتي من تحت. التورته دي يا حبايب قلبي انا بطلعها ب150 جنيه، اللي هي مقاس 16. اي شكل بقى اي حاجه بطلعها ب150 جنيه، يعني حتى لو حطيت عليها طبرات برضو بطلعها ب150 جنيه. هي بصراحه 150 جنيه عليها حلوه. شوفوا كده، قولوا لي انتوا يعني سعرها حلو ولا غاليه ولا رخيصه، ولا يعني قولوا لي رايكم ايه. وجبت معلقه كريمه بس ما تكتريش، وحطيت عليها لون احمر لحد ما اداني الدرجه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده حطيت في الكيس بتاع السبوع برضو، وحطيت فيه التب بتاع الكتابه، اصغر تب. وابتديت اعمل بيه القلوب زي ما انتوا شايفين. انت بتعملي خطين كده مايلين قصاد بعض بيديكي القلب. سهل خالص، ما فيهوش اي مشكله. هبتدي بقى احط الفيونكات بتاعتي. بجد شكلها رقيق قوي وشكلها حلو، والحمد لله عجبت صاحبتها. انا كنت بحط في الفيونكات التانية 4، انما مني هنا الفيونكات كبيرة زي ما انتم شايفين، هي خدت 3 بس. وكان عندي فراشات كده حطيتها. هي بصراحة كانت حلوة من غير فراشات، بس انا مش عارفة ايه يعني، طلع في دماغي احط فراشات، حطيت فراشات. قولوا لي رأيكم ايه يا حبايب قلبي في الكومنتات. اخر تورته معانا. التورته دي عملناها كتير قوي مع بعض، وكتير بتطلب مني برضه ما بصورهاش. بس بصراحة يعني هو ده الشغل اللي انا بعمله، فلازم طبعا اصوره. لكن انا بتجيلي كتير وبعملها من غير ما اصورها. التورته دي اللي هي الايت سيزون، اللي هي بنحط عليها التمن صوصات من فوق. اكيد انتوا حفظتوها لاني عملتها كتير. طبعا احنا ما بنحطش صوصات في الحشو، لان هي عليها بسم الله ما شاء الله فوق 8 صوصات. عشان كده الناس بتحبها وبتطلبها كتير جدا، عشان فيها يعني كذا نوع من انواع الصوصات. وغير ان احنا كمان بنحط عليها شوكولاتات، وشكلها بصراحة بيبقى حلو قوي. التورته دي بتاخد معايا كوبايه كريمه.
في الشتا بصراحة كانت بتاخد يعني حوالي كوباية الا ربع كريمة، وبتجلسي التورتة وبتعملي روزيتات. انما دلوقتي بتاخد معايا كوباية كريمة. وكمان لو خدت وقت شوية في التجليس وفي عمايل التورتة بتاعتك الكريمة بتسيح. فحاولي ان انت ايديكي تبقى خفيفة وانت بتشتغلي عشان خاطر الكريمة ما تسيحش منك. حتى لو اجود انواع الكريمة برضو هتسيح. بتعملي بالسكرابر لو في اي حتة حاسة انها محتاجة كريمة بتحطي لها كريمة، وترجعي تعيدي مرة واتنين وتلاتة لحد ما تكوني انت راضية عن التورتة بتاعتك. وبرضو زي ما قلتلك كتير من فوق كده، يعني خش من بره لجوه. وبعد كده تعملي التورته من النص. بتسخني الاسباتولا بتاعتك او السكرابر، بيخلي السطح بتاع التورته بتاعك املس وناعم وبتبقى حلوه قوي. هو اهم حاجه هي مرحله التجليس. خلصتي تجليس يعني التزيين، طالما انت عارفه انت هتعملي ايه وهتزيني ايه ما بياخدش وقت. لكن انت لو لسه هتفكري هتزيني ايه وتعملي شكل ايه، لا طبعا ده بياخد منك وقت. لكن انت لو حاطه في دماغك التزيين اللي انت هتشتغلي بيه خلاص، هي التورته كده ما بتاخدش وقت غير في التجليس بس. فانت قبل ما تشتغلي اعرفي انت هتزيني التورته بتاعتك يعني ايه الشكل اللي انت هتعمليه، او ايه الشكل اللي الزبونه طالباه قبل ما تبتدي التزيين. والله الزبونه طالبه شكل معين بتعمليه، ده بيبقى سهل كمان وبيريح. انما لو قلتلك بقى اعملي على مزاجك بتقعدي طبعا تفكري وتدوري على شكل، وتبقى عايزه تطلعي احسن حاجه عشان هي وثقت فيك وطلبت منك تعملي لها شكل حلو. قسمناها زي ما انتوا عارفين على 8 بالمنشار بتاعنا اللي هي الترانش ولا ايه. وحطي بقى الصوصات اللي انت عايزاها. ممكن يا حبيبه قلبي تاخدي كده سكرين شوت من شكل التورته وتنفذيها وتنزليها على الجروب. والله شكلها حلو قوي وبسم الله ما شاء الله شغاله كويس. وممكن انت تعمليها كمان احسن مني. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. ولو وصلت لحد هنا يا حبيبه قلبي وطبعا نسيتي تحطي اللايك، وقفي الفيديو كده وانزلي حطي اللايك. اظن ان انا استاهل 100 لايك مش لايك واحده. الفيديو كان طويل ومتعب زي ما انتوا عارفين. فانزلي يا حبيبه قلبي كده، لو انت نسيتي تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. انزلي صلي على النبي وحطي لي اللايك. يلا وقفي الفيديو ثواني وانزلي حطي اللايك. كده خلاص خلصنا. فاضل بس اللي هو هنعمل ده لوتس، صوص اللوتس. وهنعمل قصاده الناحية التانية اللي هي مربى الحليب. بنعمل روزتات كده صغيرة بمربى الحليب. التورتة دي يا حبايب قلبي انا بطلعها ب250 جنيه. التورتة اللي هي مقاس 21 او 22 بطلعها ب250 جنيه، 3 طبقات. طبعا في ناس بتطلعها اكتر من كده كتير، بس والله الحمد لله انا حاسة ان هو كده سعرها كده حلو. وبعدين عشان احنا برضو في ارياف انا مش هقدر اغلي عن كده. لو غليت محدش هياخد مني حاجة. وزعي بقى الشوكولاتات واللي انت عايزاه وزعيه فوق التورته بتاعتك. التزيين ده بتاعك انتي. وفي الاخر خالص انا كاتبه اسم الولد على شوكولاته، مسيحه شوكولاته بيضه وكاتبه عليها بالشوكولاته البني، واحطها في نص التورته بتاعتي. وكده هتبقى التورته بتاعتي خلصت والفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم يا حبايب قلبي قولوا لي رايكم في الكومنتات، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد. بتوحشوني من الفيديو للفيديو. ربنا يخليكم ليا ولا يحرمش منكم ابدا يا رب. مع الف سلامه.